أعزائي المشاهدين مشاهدي حدوتة مصرية سهرة الخميس، برحب بحضراتكم مجددا وأهلا بيكم معانا. وزي ما قلت لحضراتكم في الانترو في المقدمة، هنتكلم النهاردة عن موضوع يعني اتكلمنا فيه كتير، مهرجان أوسكار إيجيبت. نتكلم عن السينما المستقلة، السينما الروائية القصيرة والوثائقية أيضا. يسرنا أن يكون معنا، ويعني اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريمين. أولا من العالمين الأستاذ عادل عمار، صاحب الفكرة ومؤسس فكرة المهرجان السينما المستقلة. مساء الخير استاذ عادل. مساء الخير يا فندم، وسعيد ان انا باجي دايما هنا، وانا مبسوط ومنشرح القلب ان انا هقابل حضرتك وقابل الفريق العمل بتاعي. طبعا الفنان الكبير طبعا. القيمه والقامه الاستاذ مصطفى الدمرداش، والمخرج الكبير وحاجات كتير جدا، طبعا هو المشرف العام على المهرجان ورئيس لجنه التحكيم. مساء الخير يا فندم، وشرفتني ونورتني. اهلا بيك. اهلا بالدلتا كلها وقناه الدلتا. اهلا وسهلا. بريطانيا مقدمه لي فيلم لاخراج المخرج جعفر مراد، وخد جايزه افضل موسيقى تصويريه وافضل مونتاج موسيقي، هو والموسيقار جاز ديلهن. وعلى فكره جعفر مراد خد جايزه في الدوره اللي فاتت، كان افضل فيلم اللي هو العوده الى فيكتوريا. والدوره دي برضو كان مقدم لي فيلم اسمه الرحله، اللي هم خدوا فيها افضل موسيقى تصويريه وافضل مونتاج موسيقي. مساء الخير عليكم جميعا، وانا سعيد جدا بوجودي في هذا المهرجان. هذه ثاني سنه اشارك في هذا المهرجان. العام اللي فات اخذت احسن فيلم في فيكتوريا، وهاي السنه اخذنا جائزتين، اخذنا احسن موسيقى تصويريه واحسن مونتاج. فمبروك الى صديقي جوز وانه محصول على هاي الجائزه. مبروك يعني حصولي على احسن مونتاج. سعيد جدا بهاي الجوائز، سعيد جدا بمشاركتي في هذا المهرجان. اشكر الاستاذ عادل عمار واشكر كل القائمين على هذا المهرجان، لانه كل مهرجان يحتاج الى تعب، كل مهرجان يحتاج الى كفاح، قتال، حتى يكون مميز، حتى ينطي مجموعه من الافلام للجمهور حتى يثبت وجوده اكثر. فكل القائمين على هذا المهرجان تعبوا يعني كثير، واحنا جينا من لندن مخصوص حتى نشارك في هذا المهرجان. فاني سعيد جدا بهذه التجربه، واشكرهم جدا على هذا التكريم.